بيقول لك واحد تعب قوي فمراته خدته ودته المستشفى. الدكتور كشف عليه وخد الست وطلع بره. قال لها بقول لك ايه، جوزك هيموت بعد 3 شهور، لازم تعملي اللي بقول لك عليه لو عايزاه يعيش. قالت له يا ريت يا دكتور يعيش، قول لي بسرعه اعمل ايه وانا هعمله. قال لها اولا كل يوم يصحى الصبح بدري، تفطريه فطار صحي، وتغديه غدا صحي، وتعشيه عشا صحي، تبعديه عن القلق والتوتر والزعل. اوعي تزعليه باي طريقه ممكنه، ابعدي عنه الزعل نهائي، ما تحاوليش تغضبيه او تخليه يتوتر. انت فاهمه انا بقول لك ايه ولا مش فاهمه؟ قالت له فاهمه يا دكتور، ولو عملت كده هيعيش اكتر من ال3 شهور. قال لها ان شاء الله، بس امشي على اللي بقول لك عليه بالظبط، اهم حاجه الاكل الصحي وتبعدي عن الزعل. قالت له حاضر يا دكتور انا فهمت. الدكتور خلص مع الست ودخل للراجل قال له خلاص انا فهمت مراتك، العلاج والاكل اللي انت هتاخدهم يمشي عليهم مظبوط وتجي لي بعد اسبوع. الراجل قال له ماشي شكرا يا دكتور. طلع بره سأل مراته قال لها الدكتور قال لك ايه؟ قالت له لا مفيش حاجه، ده بيقول انك هتموت بعد 3 شهور. بيقول لك واحده تخينه هي وبنتها حبوا يروحوا يعملوا رجيم، راحوا للدكتوره خدوا منها كورس علاج وكورس اكل، وقالت لها تمشي ازاي على الاكل وتمشي ازاي على العلاج هي وبنتها. قعدوا في يوم سهرانين بالليل الست هي وبنتها قدام التلفزيون، فالبنت بتقول لمامتها يا ماما انا جعانه قوي. قالت لها وانا زيك يا بنتي. قالت لها طب اجهز العشاء؟ قالت لها لا الدكتوره قالت ما تتعشوش. اقول لك على حاجه، قومي سخني الغدا وهاتيه. بيقول لك واحد مراته تعبت قوي خدها وداها المستشفى، الدكتور كشف عليها قال دي محتاجه عمليه ضروري، جهز لها اوضه العمليات ودخلها عمليات. الدكتور طول قوي في العمليه، جوز الست قلق عليها شويه والدكتور خرج. قال له خير يا دكتور قلقتني على مراتي في ايه؟ قال له لا ما تقلقش العمليه نجحت الحمد لله، بس للاسف هتعيش بقى عمرها كله مشلوله مش هتقدر تتحرك. يعني انت اللي هتاكلها وانت اللي تشربها وانت اللي تقلعها وانت اللي تلبسها وانت اللي تقومها وانت اللي تشيلها. الراجل قعد يلطم على وشه، فالدكتور قال له لا يا جدع ما تلطمش على وشك، انا بهزر معاك مراتك ماتت. بيقول لك واحد مراته تعبت خدها ووداها للدكتور، كشف عليها وعمل لها تحاليل وجاب لها علاج وروحها البيت. نايمة على السرير وقاعد جنبها وباين عليه منظر الحزن، فمراته بتقول له انت زعلان عليا يا حبيبي؟ قال لها لو ما زعلتش عليك هزعل على مين؟ قالت له طب لو مت هتعمل ايه؟ قال لها لو متي بعد الشر عليك ده انا اتجنن. قالت له يعني مش هتتجوز عليا؟ قال لها لا ما وعدكيش، انت عارفه المجنون ممكن يعمل اي حاجه. بيقول لك واحد كهربائي محشش بيصلح تلفزيونات، راح له راجل عجوز ومعاه تلفزيون قديم قوي، قال له خد يا ابني والنبي شوف لي الجهاز ده فيه ايه، كل ما بيفتح يشتغل شويه ويروح طافي تاني لوحده ومعرفش ايه السبب. فالمحشش قال له سيبولي هنا افك واشوف لك فيه ايه. الراجل العجوز قال له طب فك يا ابني وانا واقف قدامك انا سن كبير مش هينفع اروح واجي. المحشش خد منه التلفزيون وفكه بيبص في الظهر من ورا، قال ايه ده؟ وراح مطلع نمله ميته في ايده. الراجل العجوز قال له ايه في ايه؟ قال له المذيعه ماتت. بيقول لك واحده قاعده هي وجوزها وكل شويه جوزها تجيله رساله على الموبايل، تسمع صوت الرنه بتاعت الرساله وتبص على جوزها وجوزها يعمل نفسه مش واخد باله. شويه تاني وتيجي رساله تاني ووراها رساله ووراها رساله، فالست قالت له ايه الحكايه في ايه؟ قال لها لا ابدا دي شركه اورنج اللي بعتلي الرسايل. راحت واخده الموبايل وبتبص في الرسايل، قالت له يا اورنج بتقول لك مش هقدر اعيش تاني من غيرك؟ قال لها ايوه حبيبتي اصل انا هددتهم ان انا اغير لشبكه فودافون. بيقول لك راجل قاعد مع مراته في ساعه صفا بالليل، فبيقول لها بقول لك يا حبيبتي وانا لو مت تتجوزي عليا؟ قالت له يا راجل اتقي الله، ما انت متجوز عليا 3 وانا عايش، هتحسدني على واحد وانت ميت؟ بيقول لك كل يوم واحد يروح المدرسة ويرجع يقول لأبوه يا بابا أنا خدت 10، يقول له برافو يا ابني. تاني يوم يروح المدرسة ويرجع يقول له بابا أنا خدت 10، يقول له برافو عليك يا حبيبي. قعد على الحال ده حوالي شهر،
بعدها راح المدرسة ورجع مخنوق قوي ومتضايق. قال له بابا انا خدت 3. قال له اخص عليك 3؟ قال له يا بابا ما لقيتش غيرهم في جيبك. بيقول لك واحد ماشي هو ومراته وابنه في السوق. الراجل وقف يتفرج على حاجة ومراته وابنه مشوا شوية قدام. شوية وقعدوا يدوروا عليه مش لاقيينه، لفوا عليه السوق كله مش لاقيينه، راحوا دوروا عليه في المستشفيات مش لاقيينه. فراحت هي وابنها القسم عشان تعمل محضر يدوروا لها عليه. فدخلت تقول للأمين جوزي ضاع مني، دوروا لي عليه أنا مش لاقياه ده تاه. فالأمين قال لها طب اهدي بس شوية وقولي لنا مواصفاته ايه. قالت هو شعره ناعم واصفر وطويل وعينيه خضرا وابيضاني. فالواد قال لها يا ماما دي مش مواصفات بابا. قالت له تنيل يا واد خليهم يجيبوا لنا واحد احسن منه. بيقول لك واحد غني عايز يبقى تاجر بهايم. نزل السوق لم 50 خروف على 20 معزة على 30 بقرة على 30 جاموسة، وقال لتاجر البهايم شوف لي اي حد يجي ياخد باله من البهايم دي ويأكلهم ويشربهم. خلص في البيعة والراجل اداله واحد ياخد باله من البهايم. الراجل الغني راح يجيب اكل للبهايم عايز يربيهم على العز، راح جايب لهم لحمة وفراخ وبرتقان وموز ومانجا، شكل لهم تشكيلة حلوة. فسأل الراجل اللي هياخد باله من اكلهم وشربهم قال له انت بقى بتحب تاكل ايه اجيب لك ايه تاكله؟ قال له لا ما تشغلش بالك بيا انا ممكن اكل مع البهايم. بيقول لك مدرسة قالت للطلبة بتوع الصف بتاعها تعالوا نتصور صورة للذكرى علشان لما تكبروا وتشوفوا الصورة تفتكروا تقولوا ياه أسامة طلع مهندس معماري قد الدنيا، وشايفين سارة بقت مديرة بنك، وحسن بقى دكتور، ونسمة أخصائية اجتماعية قد الدنيا. فواحد طلع من وسط الطلبة وراح مشاور على صورة المدرسة قال يا سلام كانت مدرسة عظيمة، هي اللي قالت لنا نتصور الصورة دي الله يرحمها. بيقول لك موظف بيشتغل في شركة ما بيروحش غير 2-3 في الأسبوع ويأجز باقي الأسبوع، ولما المدير يسأله يقول له معلش والله أبويا كان في المستشفى. قعد على الموضوع ده كتير قوي، وكل ما المدير يسأله يقول له والله العظيم أبويا في المستشفى. فالمدير يرقف في حالته ويسيبه. لما لقاه طول في الموضوع قوي قال لا لازم أتأكد إذا كان بيتكلم معايا صح ولا بيكذب عليا، أنا لازم أروح المستشفى وأشوف أبوه فعلا في المستشفى ولا لأ. نزل وراح المستشفى وسأل على أبو الموظف اللي عنده ده، عرف إنه ممرض في المستشفى. بيقول لك واحد غني عايز يبقى تاجر بهايم. نزل السوق لم 50 خروف على 20 معزة على 30 بقرة على 30 جاموسة، وقال لتاجر البهايم شوف لي أي حد يجي ياخد باله من البهايم دي ويأكلهم ويشربهم. خلص في البيعة والراجل اداله واحد ياخد باله من البهايم. الراجل الغني راح يجيب أكل للبهايم عايز يربيهم على العز، راح جايب لهم لحمة وفراخ وبرتقان وموز ومانجا، شكل لهم تشكيلة حلوة. فسأل الراجل اللي هياخد باله من أكلهم وشربهم قال له أنت بقى بتحب تاكل إيه أجيب لك إيه تاكله؟ قال له لا ما تشغلش بالك بيا أنا ممكن آكل مع البهايم. بيقول لك واحد شغال في شركة قال لأصحابه وأعزمكم بكرة على فرحي عايزكم كلكم تجولي. صحابه كلهم راحوا له الفرح، ففي واحد قاعد جنب واحد في الفرح بيبص للعروسة قال له بقول لك إيه هي العروسة وحشة أوي ولا أنا بيتهيألي؟ قال له احترم نفسك وحشة إيه دي بنتي. قال له معلش والله أنا آسف معرفش إنك باباها. قالت له باباها في عينك أنا مامتها. بيقول لك موظف بيشتغل في شركة ما بيروحش غير 2-3 في الأسبوع ويأجز باقي الأسبوع، ولما المدير يسأله يقول له معلش والله أبويا كان في المستشفى. قعد على الموضوع ده كتير قوي، وكل ما المدير يسأله يقول له والله العظيم أبويا في المستشفى. فالمدير يرقف في حالته ويسيبه. لما لقاه طول في الموضوع قوي قال لا لازم أتأكد إذا كان بيتكلم معايا صح ولا بيكذب عليا، أنا لازم أروح المستشفى وأشوف أبوه فعلا في المستشفى ولا لأ. نزل وراح المستشفى وسأل على أبو الموظف اللي عنده ده، عرف إنه ممرض في المستشفى. بيقول لك مدرسة قالت للطلبة بتوع الصف بتاعها تعالوا نتصور صورة للذكرى
علشان لما تكبروا وتشوفوا الصورة تفتكروا تقولوا ياه، أسامة طلع مهندس معماري قد الدنيا، وشايفين سارة بقت مديرة بنك، وحسن بقى دكتور، ونسمة أخصائية اجتماعية قد الدنيا. فواحد طلع من وسط الطلبة وراح مشاور على صورة المدرسة، قال يا سلام، كانت مدرسة عظيمة، هي اللي قالت لنا نتصور الصورة دي، الله يرحمها. بيقول لك واحد مسطول دخل المرور، راح يعمل امتحان سواقة، فدخل وركب العربية وعمل الاختبار بتاعه وروح البيت. فجاء اخوه قال له عملت ايه في الامتحان النهارده؟ قال له والله لسه النتيجة ما ظهرتش. قال له ليه ما ظهرتش ليه؟ مش المفروض بتعرف اذا كنت نجحت ولا سقطت في اختبار السواقة؟ قال له والله يا اخويا لسه ما اعرف، اصل وانا بمتحن سواقة خبطت الظابط اللي كان بيمتحني وهو في الرعاية دلوقتي، ان شاء الله لما يخرج من الرعاية هيقول لي اذا كنت نجحت ولا لا. بيقول لك واحد دخل على مراته قال لها الحقيني حبيبتي، امك اتخطفت، واللي خطفوها طالبين فدية 3 مليون جنيه، يا اما يولعوا فيها بالبنزين. فالست اتخضت قالت له طب وبعدين يا حبيبي هنعمل ايه؟ قال لها انا من الصبح من اول ما جات لي المكالمة وانا بلف على المنطقة كلها بحاول اجمع تبرعات. قالت له ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي، وقدرت تجمع قد ايه؟ قال لها لحد دلوقتي جمعت 50 لتر بنزين. بيقول لك واحد محشش حب يزور فلوس، راح اشترى مكنة من على الانترنت واشترى شوية ورق وبدأ يطبع في الفلوس، طبع كمية كبيرة قوي وفكر ينزل ان هو يصرفهم في السوق. نزل بشوية فلوس من اللي هو مزورهم وحب يصرفهم، فدخل سوبر ماركت، قال له واحد هات لي علبة سجاير والنبي، واداله ورقة من الفلوس المزورة. فالراجل بتاع السوبر ماركت قال له الفلوس دي مزورة. التاني قال له يا عم مزورة ايه دي سليمة 100%. قال له والله مزورة، وتقريبا انت كمان اللي مزورها. قال له يا عم مزورة ايه؟ طب بص لها كويس. قال له يا ابني هو في ورقة صحيحة ب80 جنيه. بيقول لك واحد مسطول جاي من بره متخربق من كتر الشرب، دخل يخبط في المطبخ شوية، يوقع في الحلل شوية، يقلب في الاطباق شوية. مراته سامعاه ومش عايزة تقوم له، عمالة تقول لنفسها ده باين عليه جاي مسطول ومش طالبة كلام كتير معاه، سيبيه يا بنت يعمل اللي هو عايز يعمله، والصبح ابقى اعدل كل اللي عمله ده. شوية وسمعت صوت مية بتدلق، قالت لنفسها وبعدين بقى اقوم اشوفه بيهبب ايه ده ولا خليني نايمة؟ لا خليني نايمة احسن. المهم خلص وراح نام جنب مراته. تاني يوم الصبح اول ما فاق سأل مراته قال لها بقول لك يا حبيبتي، هو احنا لما بنفتح باب الحمام النور بينور لوحده؟ قالت له لا طبعا يا حبيبي، مال الباب ومال النور. قال لها يعني ايه بقى؟ قالت له هو ايه اللي يعني ايه؟ قال لها اصل انا كده شكلي شخيت في التلاجة. بيقول لك واحد شغال في شركة قال لاصحابه واعزمكم بكرة على فرحي، عايزكم كلكم تجولي. صحابه كلهم راحوا له الفرح، ففي واحد قاعد جنب واحد في الفرح بيبص للعروسة، قال له بقول لك ايه، هي العروسة وحشة قوي ولا انا بيتهيألي؟ قال له احترم نفسك، وحشة ايه دي بنتي. قال له معلش والله انا اسف، معرفش انك باباها. قالت له باباها في عينك انا مامتها.